السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة معانا أكلة مصرية أصيلة، أكلة بيحبوها الكبار والصغيرين. هنعمل مع بعض الكفتة المصرية، الكفتة المتسبكة. طبعا كلنا اتعلمنا السرقة واحنا صغيرين من سبب الكفتة دي، كبار وصغيرين. يبقى ماما شغالة في المطبخ وتبص تلاقي الولاد يجوا ياخدوا لهم ايه، صبعين تلاتة كده، يعني قول 4 5 6 10. فالنهاردة هنعمل أكلة جميلة ولذيذة وخفيفة، ومش هنروح للجزار، احنا هنعملها في البيت بطريقة بسيطة جدا وسهلة. معايا المكونات الأساسية بتاعتي هتكون عبارة عن خضرة، ومعايا لحمة، ومعايا بصل، ومعايا فصين من الثوم. طبعا اللحمة برضو تقدري تفرميها في البيت في الكبة، أو لو عندك المفرمة. لو مفيش هنضطر إن احنا نفرمها من عند الجزار، أو تكون جايين عندنا لحمة مفرومة يعني. معايا كمان كوباية من الرز، ممكن تجيبيه مطحون جاهز برضو من السوبر ماركت، أو ممكن تطحنيه، وده الأفضل في الكبة بتاعة الخلاط اللي بتطحني فيها التوابل. خلاص خلطنا المكونات بتاعتنا الأساسية مع بعضها، ونشوف التوابل بتاعتنا. احنا مش هنحط توابل كتير، هنحط التوابل بتاعتنا التقليدية اللي من المطبخ المصري الأصيل من أيام جدتي وجدتي. هنحط الفلفل والكمون والكزبرة والملح، مش هنكتر في أي توابل تاني علشان تديني الطعم الأصيل بتاع زمان. انت بقى هنا لو عندك ممكن الكبة بتاعت الخلاط، ممكن لو عندك هاند بلندر، لو عندك مفرمة، الكبة بتاعت البصل. كل دي حاجات ممكن تعمليها في البيت بطريقة بسيطة جدا. زي ما احنا حطينا كده، حطينا معلقتين من المكونات بتاعتي في الهاند بلندر، او زي ما اتفقنا ممكن كبة الخلاط، او الكبة بتاعت الفلفل والاسود والكمون. بس ما تحطيش كتير علشان خاطر الموتور ما يتحرقش منك، فانت هتحطي حاجة بسيطة، وبالصبر كده هتطلع معاكي حلوة وزي الفل. انا اتعملتها هي وطلعت معايا ناعمة جميلة جدا جدا ولذيذة. ليه؟ علشان احنا طحنا الرز لوحده، ما مش طحنت الرز مع بقية المكونات، لا طحنت الرز لوحده بقى بودرة، وبعد كده حطينا المكونات على بعض زي ما شفنا. اعمليها بقى صوابع، اعمليها بقى كور، اعمليها بالشكل اللي يعجبك. اهم حاجة يكونوا قد بعض، ويكونوا شكلهم يعني موازي لبعضه. هعمل بقى الكمية بتاعتي كلها، ونرجع تاني نحمرها مع بعض. عملنا الكمية بتاعتنا اهي، وهنبتدي نحطها في الزيت. حبايبي اي حاجة تقدروا تعملوها في البيت اعملوها علشان تضمنوا حياة صحية جميلة لنفسكم ولأولادكم. وطبعا اخواتي اللي يعني الحلوين اللي من سني هم عارفين طبعا وحافظين الكلام ده، لكن انا فيديوهاتي موجهة بالاكتر للبنات الشابات اللي متجوزين جديد، او اللي مقبلين على الجواز، الصغنطاطين الحلوين اللي سن 14 و15 سنة وعايزين يخشوا المطبخ ويتعلموا حاجات من المطبخ المصري. فحبيبتي انتي اتعودي انك انتي تعملي الحاجة اللي في البيت على قد ما تقدري، تبقي ضامنة نظافتها، وتبقي ضامنة هي معمولة ازاي. هنقلبها بقى على الوش التاني منها، ونستنى لما تتحمر كلها. وطبعا المرحلة دي بقى هي مرحلة السرقة بعينها. تبصي بقى ايه، يعني من جنبك كده تلاقي فيه كام ايد كده بتحاول تخطف من هنا ومن هنا. مهما عملتي
حتى لو انت حطيتي لكل واحد فيهم طبق برضو هي السرقة بتبقى حلوة قوي 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 في المرحلة دي. والسؤال المعتاد دايما: يا ماما احنا بناكلها محمرة وبنحبها محمرة، يا ماما ما تحطهاش في الصلصة. وطبعا إجابة الأم برضو المعتادة إن لا يا ولاد، عشان يبقى فيها خير وبركة وعشان يبقى طعمها جميل. طبعا الحوار ده بيحصل في كل البيوت المصرية في نفس المرحلة اللي بتتحمر فيها الكفتة، كلنا بنقول نفس الكلمتين. سبكنا الطماطم بتاعتنا، وبرضو مش هحط لها توابل كتير، ملح وفلفل وكزبرة وكمون. ونحط كمان مكعب من مرقة الدجاج. انا يا جماعة بعمل مكعبات مرقة الدجاج ديت في البيت، لو انت حابة تشتريها جاهزة اوكي. إيه لو انت عايزة تتعلمي هي بتتعمل في البيت ازاي، اكتبولي في الكومنتات وانا اعمل لكم فيديو عن مرقة الدجاج بتتعمل ازاي في البيت. هي برضو طريقتها سهلة جدا ومش بتحتاج لا وقت ولا مجهود. طيب للبنات الصغننين الحلوين، تعرفي منين ان هي اتسبكت، ان الصلصه بتاعتك اتسبكت؟ لما تلاقي الطماطم ابتدت تفصل عن السمنه اللي انت حطاها، وابتديت تحسي ان السمنه ابتدت تظهر على الوش، يبقى في الحاله المرحله دي يبقى انت عندك الطماطم بتاعتك اتسبكت. في المرحله دي بقى تقدري تحطي، لو بتحطي خضار اوكي، لو بتحطي كفته زي ما بنعمل النهارده تمام. هنقلبها بقى شوية كده مع بعضها، وبعدين نزودها مية مغلية. متحطيش مية ساقعة أبدا، نحط مية مغلية. وبعدين لو حابة بيبقى تكملي سواها على البوتاجاز اوكي، لو حابة تعمليها وده الأفضل والأحسن وبيبقى طعمها أجمل، لو انت حطيتيها في طاجن وحطيتيها في الفرن. وأنا هعمل كده، يعني أنا بعد ما خدت غلوة كده على البوتاجاز هاخد منها واحطها في الطاجن واحطها في الفرن واسيبها تكمل سواها. هي مش بتسيبيها كتير في الفرن، يعني 5 دقايق بالكتير قوي، لان احنا عندنا كل حاجة تقريبا استوت واحنا بنحمرها. فانتي محتاجة بس تاخد التست بتاع الصلصة مش اكتر من كده. بصوا بقى الجمال بقى، بصوا الطعامة والجمال. نبتدي بقى نحطها كده ونزود بقى من الصوص بتاع الصلصة الجميلة المسبكة دي بتاعت جدتي وجدتك كده، ويبقى الله على الطعم. بصوا بقى حاجة مش ممكن، الأكلة دي ما يختلفش عليها اتنين، طعم وريحة وجمال ولذاذة مفيش بعد كده. طبعا أنا بعمل الطواجن دي، الطاجن اللي هو على قد فرد، فكل فرد من العيلة أنا بعمل له طاجن من الصغيرين دول على قد. طبعا بقى مش عايزة أوصفلك، أنا عايزاكي أنت تجربي بنفسك، شوفي المعمولة في الطاجن دي بيبقى طعمها عامل ازاي. قمة من الجمال طبعا، والريحة بتبقى تجنن. نبتدي بقى نسمي ونقول بسم الله كده، ويلا تعالي اعمليها وتعالي دوقي معايا يعني. انا كنت جعانه، مش قادره اوصف لكم كنت ساعتها جعانه عامله ازاي، لدرجه ان انا بقيت محتاره ابدا منين، وابدا بصلصه ولا ابدا بالكفته ولا ابدا منين، لان بصراحه هي تجنن. يلا يا حبيبتي جربيها واعملي الطريقه بتاعتك ديت في البيت، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك. ولو عجبك الفيديو هتعملي لي لايك وسبسكرايب. يا سلام بقى مع كوباية البيبسي. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع ألف سلامة.